سعودية من المنيا اتضرب بيها المثل لسنين طويلة واتحولت لقصة تاريخية الكل بيحب يسمعها. أسطورة علمت على جنود جيش الإنجليز وما قدروش ينسوا اللي عملته فيهم. حكايتنا عن زينب، قصة ست ب100 راجل من قلب المنيا. لو شفت حد صعيدي فخور بنفسه وبيقول إنه من بلد زينب، اعرف إنه بطل وأجداده أبطال، وده لأن زينب دي شخصية تاريخية حقيقية وحرفيا قدرت تتحول كابوس يطارد عساكر الإنجليز في عز الليل. زينب اتولدت في محافظة المنيا وسط أرض مليانة خير وتعب ورزق حلال. فلاحة بسيطة زي آلاف الستات في الصعيد، بتصحى من بدري تشتغل في الأرض، تساعد جوزها وترجع آخر اليوم شايلة هم بيتها وعيالها. الأرض بتاعتها كانت جنب سكة القطر، والقطر ده كان بيعدي كل يوم شايل جنود الاحتلال الإنجليزي. الكل كان بيكرههم وعارف إنهم محتلين بلدنا، لكن للأسف كانوا شايفين نفسهم أصحاب مكان. وفي يوم من الأيام القطر وقف ونزل منه جندي إنجليزي، نظراته ما كانتش عادية، بص لزينب نظرة طويلة وحاول يقرب منها غصب عنها، وكان متأكد إن اللي بيعمله ده محدش هيقدر يحاسبه عليه. بس زينب جريت وصرخت. جوزها سمع الصوت وجري عليها وهو ماسك فاسه ورايح يدافع عن مراته وشرفها، لكن الجندي طلع مسدس من جيبه وضربه، والراجل وقع قدام عينيها ودمه سال، وتمت وفاته في ثواني حرفيا. في اللحظة دي كل حاجة اتغيرت واتولدت فيها زينب تانية خالص. زينب اللي فقدت كل حاجة، اللي قررت ان دم جوزها ده مش هيروح هدر. زينب ما قعدتش تعيط ولا تلطم ولا قالت انا ست وما اقدرش اعمل له حاجة وده عسكري انجليزي، بالعكس وقفت قدام جثة جوزها وحلفت يمين بالله انها مش هتدفنه لوحده. قالت انه لازم يكون معاه 10 من جنود الاحتلال، لازم يترموا جنبه حلاوة روحه. ومن هنا بدأت الحكاية اللي محدش كان يتخيلها. زينب بدأت تراقب القطر، تحفظ مواعيده وتفهم تحركات الجنود وتستنى اللحظة المناسبة. كانت بتستدرج الجندي الإنجليزي من دول وتضحك له، تكلمه، تخليه يطمن، وبعدين في لحظة واحدة تنقلب عليه، تخلص منه وتدفنه في الأرض واحد ورا التاني، واللي كانوا يختفوا على إيديها من غير حس ولا خبر. وطبعا الجيش بدأ يحس ان اللي بيحصل ده ما كانش طبيعي. الجنود بدأوا يختفوا بأعداد كبيرة ومفيش حد فاهم بيروحوا فين، لحد ما العدد كبر، مش 10 بس زي ما حلفت، لا ده كملت لحد 29 جندي. 29 واحد اختفوا بإيد ست فلاحة لا معاها جيش ولا معاها حاجة تدافع بيها عن نفسها، واللي بيحركها غضبها وانتقامها مش أكتر. ولما السر اتكشف الإنجليز اتجننوا، ازاي ده يحصل؟ ازاي واحدة تهين هيبة جيش كامل بالشكل ده؟ قبضوا عليها وبدل ما يعترفوا بقوتها قرروا ينتقموا منها بأبشع طريقة. قطعوا أطرافها وهي عايشة وحاولوا يشوهوا قصتها علشان محدش يمشي في جنازتها ولا يحاول يقلدها. لكن اللي ما كانوش فاهمينه إن الحكايات دي ما بتموتش، بالعكس دي بتكبر. وأهل المنيا ما سكتوش وخرجوا علشانها وقرروا يواجهوا الاحتلال، وقلعوا قضبان السكة الحديد بإيديهم ومنعوا القطر يعدي. وفضل اليوم ده علامة في تاريخهم، يوم اتكتب فيه إن الأرض دي فيها ناس بتدافع عنها لآخر نفس. ومن ساعتها بقى اسم زينب مش مجرد اسم عادي، وتحول لرمز وحكاية بيتضرب بيها المثل. ودلوقتي كلمة بلد زينب بقت كفاية تتقال لأي حد يحاول يقلل من ستات المنيا أو الصعيد، وده لأنهم من بلد شهيدة الشرف زينب.